بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. في إنجيل هذا الصباح أيها الأحباء هذا الوعد الأمين: لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت ملكوت السماوات. وهذا الوعد يا إخوتي الأحباء هو بفم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. لا تخف. الإنسان كثيرا ما يشعر أنه صغيرا أمام أحداث الحياة ومواقفها، أمام مسؤوليات الحياة وما يلقى على عاتقه. يشعر الإنسان حقيقة أنه صغير، ولكن هذا الوعد هو وعد الطمأنينة. لا تخف أيها القطيع الصغير. ربما صغيرا في خبرتك، ربما صغيرا في إمكانياتك، ربما صغيرا في قامتك، ربما صغيرا في معرفتك، ربما صغيرا في وسط العمل الذي تقوم به، ولكن الوعد وعد طمأنينة وسلام. لا تخف أيها القطيع الصغير. ولا تخف أيها القطيع الصغير من قائل هذه الكلمات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح قالها لأنه عندما يكون الإنسان صغيرا يحل هو في القلب فيجعل الإنسان كبيرا وينزع منه كل خوف. في هذا الإنجيل الذي نصليه يوميا في صلوات نصف الليل ونصليه في ساعات الظلمة الحالكة، لا تخف أيها القطيع الصغير، تأتي هذه العبارة عن الوكيل الأمين الحكيم. وأود أن أقف معكم أمام هذه الكلمات: الوكيل الأمين الحكيم. هذا الوصف هو وصف مبارك للإنسان الذي يخدم في حقل الرب في الكنيسة. الوكيل الأمين الحكيم. وإذا كنا في هذا الصباح المبارك نقيم بنعمة المسيح 6 من الإخوة الشمامسة المباركين في مواضع مختلفة لكيما يصيروا كهنة يخدموا في بلاد كثيرة وفي أماكن كثيرة. كاهن يخدم هنا في هذه الكنيسة المقدسة، كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر بالقاهرة، و4 يخدمون و3 يخدمون في كنائس بأمريكا في نيوجيرسي، و2 يخدمون في خدمة الكرازة في مناطق وبعض المواضع في قارة آسيا. خدمات كثيرة متعددة. ماذا تحتاج؟ تحتاج الوكيل الأمين الحكيم. الإنسان عندما يعطيها الله مسؤولية يجب أن يكون أمينا. فهذه الأمانة التي يعطيها الله للإنسان هي التي تجعله يحمل هذا اللقب أنه الوكيل الأمين الحكيم. ولكن هذه الأمانة لها عدة صور في حياة الإنسان، خاصة عندما يصير كاهن لله. توجد أمانة في القلب نسميها التوبة. فالإنسان الوكيل الأمين الحكيم يجب أن يكون أمينا في قلبه. وأمانة القلب تعني توبة الإنسان، وتعني بحثه عن أن يكون حياته فيها توبة كل يوم. والتوبة تعني أن الإنسان يكون مستعد ويكون دايما واخد باله من نفسه.
في أحيان واحد بيخدم صحيح وفي العمل وفي الكنيسة وظاهر قدامنا واسم ورايح وجاي، لكن مفيش توبة في قلبه، مفيش التوبة مش موجودة. فالبداية أو أورشليم القلب هي توبة الإنسان الداخلية، وهذه التوبة هي لب حياة الإنسان. فكيف يصير وكيلا وأمينا وحكيما إن لم يكن تائبا؟ والتوبة تعني أنه يلاحظ نفسه، واحد واخد باله من نفسه، من قانونه الروحي، من حياته، من صلواته، من قراءاته، من خلواته، من أصوامه، من اعترافاته. واحد واخد باله، مش عشان صرت في الخدمة أو صرت كاهن خلاص، مش ممكن، وإلا لا يكون وكيلا أمينا حكيما. فحكمة الإنسان وأمانة الإنسان تقتضي أن يبتدئ بتوبة القلب، قلبه يبقى حلو باستمرار. وتوبة القلب يا إخوتي أمر ربما لا نراه بأعيننا، احنا ما بنشوفش التوبة لكن بنشعر بيها. لكن أهم ما في التوبة أنها أمام الله كثيرة الثمن. فالتوبة في قلب الإنسان من الداخل، والقلب الذي يراه هو الله. هو يرى القلب، يقول أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. اديني قلبك، بس قلبك ده يكون ايه؟ قلب تائب. فالبداية يجب أن تكون بداية صحيحة، وهذه البداية مش النهاردة عشان يوم رسامة، البداية دي بداية كل يوم، كل يوم. وعشان كده كلنا بنصلي الصبح ونقول فلنبدأ بدءا حسنا. بدءا حسنا بداية بالتوبة. البداية الحسنة ليس لها صورة إلا صورة التوبة القلبية. فأول خطوة في حياة الإنسان خاصة الذي يصير كاهنا أن يكون أمينا في قلبه، والأمانة دي بنترجمها في صورة التوبة. الأمر الثاني أن يكون أمينا أمام الله. تقول لي هي التوبة دي بعيدة عن ربنا؟ أقول لك لا، الحياة الروحية صح بنقول فيها 1 و2 و3، لكن الحياة الروحية ما نقدرش نقسمها أو نجزأها، الحياة الروحية كل. فالأمر الثاني لكيما يصير الإنسان وكيلا أمينا حكيما أن يكون أمينا أمام الله. والأمانة أمام الله هي التي نسميها المخافة. المخافة، وزي ما كلكم بتحبوا الآية رأس الحكمة مخافة الله. فبداية الحكمة عشان يكون وكيل أمين حكيم أنه يكون خائفا أمام الله. فالإنسان الذي يخدم لا تكون خدمته مؤثرة وفعالة إلا إذا عاش بهذه المخافة. المخافة عايشة في قلبه، والمخافة يعني الإنسان شايف ربنا قدامه في كل لحظة، في كل شخص، في كل مكان، في كل خدمة، شايف الله قدامه. على رأي القديس داود النبي لما بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. الله حاضر أمامه، وحضور الله أمام الإنسان يجعله دائما في هذه المخافة، مخافة القلب. الكنيسة وخدمتنا فيها مش بتحكمها قوانين مكتوبة على ورق، ده بتحكمها أولا مخافة القلب الله الموجودة في القلب. ممكن واحد يعمل تقرير على ورق، لكن التقرير ده مجرد كلام، لكن أين المخافة؟ فالأمر الثاني يا إخوتي في حياة الكاهن في خدمته أن يكون أمينا أمام الله،
والأمانة دي بنترجمها لروح المخافة دائما. أحيانا روح المخافة دي بتبهت. إزاي؟ بيخدم بقاله سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، يوم روح المخافة دي تبهت. تقوم الكنيسة بتعلمنا إنه يكون الإنسان باستمرار يجدد الحياة بفترات الخلوة، بفترات الأصوام اللي بتيجي عبر السنة، بالقراءات المتجددة، بالحياة العميقة جوه الإنجيل. يقوم المخافة دي تتجدد بسير القديسين، بالألحان المعزية في حياتنا وفي مواسم السنة كلها، زي احنا في شهر كياك دلوقتي، الألحان المعزية بتاعت كياك وفرحتنا بأمنا العذراء مريم. فده يجدد المخافة في حياة الإنسان. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون أمينا أمام شعبه. الأول أمين في قلبه نسميها توبة، والتانية أمين أمام الله نسميها مخافة. التالتة أمام الشعب بقى اللي هيخدمه وياه. هذه الأمانة نسميها الإبوة. الإبوة. الأمين الحكيم، الوكيل الأمين الحكيم، عندما يخدم أمام الشعب يخدم بروح الإبوة. عشان كده مجرد نرسم الكاهن على طول ياخد لقب أبونا، اللقب بتاعه. هو كان بيشتغل كده أو كده أو كده أي عمل، خلاص الأعمال ده هي بنحطها على جنب مهما كانت الشهادات فيها، وبقى دلوقتي اسمه أبونا، أب. وزي ما بنخاطب الله ونقول يا أبانا الذي في السماوات، بنخاطب من يخدمنا ونقول عليه أبونا. هذا اللقب العذب، اللقب الرقيق. روح الإبوة في كنيستنا هي التي تحفظها. روح الإبوة هي العلامة والسمة المميزة في حياتنا. في كل مرة تقبل يد الكاهن أنت تعترف بأهمية روح الإبوة داخل الكنيسة. أنت لا تقبل يد الكاهن باعتبار شخصه، أنت تقبل يد الكاهن باعتبار عمله، باعتبار خدمته، باعتبار كرامة الكهنوت التي نالها. روح الإبوة هي التي تجعل الكاهن خادما بالحقيقة. روح الإبوة هي اللي بتخليه محبوب في وسط الشعب. الكاهن ده مش واحد بتاع يعمل شعبية ولا يعمل شلة ولا يعمل جماعة مختارة أو جماعة خاصة. دي كلها مفاهيم بعيدة عن خدمة الكنيسة الحقيقية. المفهوم الحقيقي أنه بروح الإبوة يسكن في كل قلب. بروح الإبوة يعيش ويرافق كل إنسان. عشان كده بنقول ده أب اعترافي، فلان ده أب اعترافي. أب اعترافي يعني شخص قريب ليا جدا، وبقدر أمامه أكشف قلبي، أطرح خطاياي أمام المسيح، أنال منه حلا، أنال منه إرشادا، أنال منه خبرة روحية. روح الإبوة. الكاهن الشاطر كل يوم يصلي بدموع ويطلب من الله أن يسكب عليه هذه الروح، روح الإبوة. ما أنا ممكن أكون شاطر، ممكن أكون مدير شاطر، ممكن أكون صوتي حلو خالص وعذب في الألحان، ممكن أكون شارح للكتاب بمهارة، ممكن أكون مجامل جدا للناس. كل دي صفات جميلة، بس مش هي المطلوبة، مش هي نمرة واحد. نمرة واحد أن يشعر كل واحد في الشعب أن من يخدمه هو أب بالحقيقة، أبونا. ولذلك أمانة الكاهن
أمام شعبه أن يجاهد مع نفسه في حياته، في صلواته، في كل يوم أن يصير بالحقيقة أبا لهذا الشعب في رعايته وفي خدمته. فالأمانة بيترجمها في خدمته لشعبه أنه يكون بالحقيقة في صورة الأب الحقيقي، الأب الذي يحب، الأب الذي يرعى، الأب الذي يستر، الأب الذي يسامح، الأب الذي يساعد، الأب الذي يرافق الإنسان. روح الأبوة بكل ما تشملها من رعاية وعناية واهتمام وافتقاد. عشان كده بنقول مثلا إن الكاهن أول عمل يعمله في أول سنة إنه يفتقد كل الشعب. أول سنة لازم يزور بيت بيت، لازم يتعرف على كل أسرة، على كل شخص، لازم هم يتعرفوا عليه. هذه هي البداية الحقيقية لبناء روح الأبوة في حياة الكاهن، وربنا يديله العمر الطويل عشان خدمته المثمرة. يبتدي بالافتقاد والصلوات، وبعد كده يعمل مع إخواته الكهنة نوع من النظام في عمليات الافتقاد. بعد كده السنة الثانية الثالثة وهكذا يبقى فيها نوع نظام حسب خدمة الكنيسة اللي هو هيخدم فيها. ده الأمر الثالث. أرجع وياكم. الأمانة في قلبه نسميها توبة، والأمانة أمام الله نسميها المخافة، والأمانة أمام الشعب ومع الشعب نسميها الأبوة. تبقى الأمانة مع الكنيسة. هو يصير كاهنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحمل الكنيسة في قلبه، في فكره، في كل ما تمتد إليه أيديه. ولذلك الأمانة في خدمة الكنيسة هي نسميها العمل الرعوي. العمل الرعوي يشمل أمور كثيرة، لكن من أهمها أنه يحفظ الكنيسة في حياته، يحفظها تاريخا، يحفظها إيمانا، يحفظها طقسا، يحفظها عقيدة، يحفظها تراثا. يحفظ الكنيسة، هو صورة الكنيسة. ففي كل مكان يحضر فيه، في كل مكان يروحه، هو صورة الكنيسة. كأنني يمكن أن أقول أنه يصير كنيسة متحركة في كل مكان. هو مش بيجيب تعليم من مخه، مش بيدور على أي حاجة تانية، مش بيفكر لوحده، لا، هو بيعيش وبيقدم الكنيسة في عمل رعوي كامل نسميها الرعاية. فالكاهن هو كاهن رعاية، يهتم بالرعاية ويقدم من خلالها الكنيسة في كل عمل. لما بيزور بيت يعني الكنيسة كلها زارت البيت ده. لما بيقف ويا إنسان في مواقف الحياة كان الكنيسة كلها كانت حاضرة. فهو مسؤول عن إشباع كل أحد في الكنيسة، مسؤول عن تغذية كل إنسان، مسؤول عن افتقاد كل إنسان، مسؤول عن بحث عن كل إنسان. عمل الراعي، بنسمي مسيحنا القدوس الراعي الصالح. فهو ممكن يكون معلم صالح، بس كمان قدام الكنيسة يكون راعي صالح، راعي. ودايما نقرأ إنجيل الراعي باستمرار في متى 10، وصفات الراعي تبقى قدامنا، والكاهن يبقى صورة حقيقية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيمانها وفي تاريخها وفي عملها وفي طقسها. عشان كده لازم يحافظ على كل حاجة موجودة، لا يكون منغلق الفكر. نحن نعيش في زمن متقدم وزمن معاصر. لا يكون جامد الفكر، هذه الصفات لا يجب أن توجد.
لكن يجب أن يتفاعل مع زمنه ومع عصره، مع الاحتفاظ بأصالة الكنيسة وتاريخها الطويل والممتد. إذن يا إخوتي، الكاهن الجديد، وهذه أيضا لكل الآباء، الكاهن الجديد يجب أن يكون دائما الوكيل الأمين الحكيم. في قلبه نسميها توبة، وقدام الله نسميها مخافة، ومع الشعب نسميها إبوة، وقدام الكنيسة نسميها رعاية. بهذه الصورة يحفظ نقاوة حياته، نقاوة سلوكه، النقاوة المكتوب عنها طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طبعا الكاهن بتسنده الصلوات. الكاهن ده أو من يخدم في حقل الله محتاج صلوات كتيرة جدا عشان تسند خدمته. نحن لا نؤمن في الكنيسة بالترقية إلى فوق، يعني مش كان شماس كده بقى كاهن بقى ارتفع، أو بقى أسقف ارتفع، أبدا لا نؤمن بهذا. نحن نؤمن أن الترقية في مفهوم الكنيسة أن الإنسان ينزل إلى الأقدام، إلى غسل الأقدام، كما صنع ربنا يسوع المسيح في آخر درس قدمه للتلاميذ، غسل الأقدام. والترقية أو الارتفاع هو مش ارتفاع لأعلى، ما هيش رياسة ولا سيادة ولا نوع من حتى القيادة، هي نوع من الاتجاه إلى الأقدام لغسل قدم كل إنسان. إن لم يكن بالفعل فهذا بالمعنى الروحي، بتوبة الإنسان، بمخافة حياته، بروح الإبوة، بعمل الرعاية المتنوع في حياة كل أحد. ربنا يحافظ عليكم. طبعا احنا الرسامات الكهنة دايما تتم والأسقفة تتم في الكاتدرائية، مش كده برضو؟ بس انتوا عارفين ظروف الكاتدرائية، فحظكم طلع حلو عشان عندكم واحد من الآباء مترشح هنا، واحد من الشمامسة يعني مترشح يبقى كاهن، فربنا عمل ظروف ان احنا نرسم في الكنيسة المباركة هنا، ومع اخواته اللي هيترسموا ويخدموا في الاماكن التانية. طبعا معانا الاباء الاسقفة والاباء الكهنة والشمامسة ومحبة كل الموجودين، وبنخاطب ايضا اخواتنا في الكنائس اللي هيخدم فيها الاباء الكهنة في امريكا وفي بعض مناطق الكرازة اللي موجودة في اسيا. بنصلي من اجلهم، وبنصلي ان ربنا يعطي القوة ويبارك في العمل ويعطي عمل مثمر. ودايما بنقول كده مع مسيحنا: الحصاد، مش حافظينها ولا ايه؟ الحصاد مش سامع كثير دي. الحصاد ايه؟ الحصاد ايه؟ كثير، ولكن شفتوا بقى، الحصاد كثير جدا ولكن الفعل قليلون. مهما رسمنا، مهما أقمنا، العمل مازال محتاج أكثر وأكثر وأكثر. الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. اطلب كل واحد اللي حاضرين ويانا واللي بيسمعونا واللي بيشوفونا، اطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. وأرجو أن تنتبهوا إلى كلمة فعل، كلمة عامة. يعني في حقل الكهنة عايزين كهنة، في حقل الأساقفة عايزين أساقفة، حقل الشمامسة عايزين شمامسة، في الخدمة في الدير عايزين، بس المهم يكونوا فعل مؤثرين. عمل روح الله القدوس فعال فيهم، يعمل فيهم. الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، ويعطينا أن نمجد اسمه في حياتنا على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
القدوس